المتحف المصري الكبير أجمل وأجدد مكان موجود في القاهرة. يلا بينا مع بعض نشوف تجربتنا جوه المكان ونشوف تفاصيله وجماله وروعته. يلا بينا. أول ما تدخل من البوابة هتلاقي قدامك تمثال رمسيس التاني، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، حاجة كده عظمة. تمثال موجود في البهو بالحجم ده والجمال ده، حاجة بجد تجنن. هتحس نفسك في مكان متميز، هتقف قدامه مبهور من حجمه وجماله وفخامته. تعالوا معايا أخدكم في جولة داخل المتحف المصري الجديد أو المتحف المصري الكبير، وأقول لكم شوية تفاصيل عن المكان للناس اللي ما راحتش قبل كده وحابة تعرف تفاصيل عن المتحف. المتحف موجود غرب القاهرة، وبالتحديد بالقرب من أهرامات الجيزة. يعني وانت واقف فوق في الممر اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض بعد شوية، هتلاقي أهرامات الجيزة قدامك واضحة جدا، شكلها تحفة من جوه المتحف. المكان ده مبني على مساحة 117 فدان. طبعا دي مساحة ضخمة جدا، والمكان ده بيستوعب 5 مليون زائر سنويا. طبعا دي مساحة تكفي عدد كبير جدا من الزوار من كل بلاد العالم. المكان كمان مش مجرد متحف للآثار، لا، المكان فيه خدمات كتير، خدمات تجارية وترفيهية ومركز ترميم الآثار وحديقة للطفل. وحديقة المتحف في أكتر من حاجة متميزة. عجبني قوي قوي إن في مجمع كافيهات، ولكن عندي ملاحظة عليه إن كانت أسعاره غالية جدا. اللي قدامنا دي كانت خريطة المكان، من خلالها بتعرف تروح لأي مكان أنت عايزه، وبتعرف الخريطة من أول المدخل لغاية ما تخلص زيارة المتحف بالكامل. طبعا الديكورات زي ما انتم شايفين، في كل مكان ديكورات أجمل من التانية. ودي منطقة مجمع الكافيهات اللي موجود فيها براندات من كل بلاد العالم. والمكان الكبير الواسع اللي في النص اللي قدامنا ده اسمه البهو. البهو ده موجود في المدخل اللي فيه تمثال رمسيس الثاني، ومن خلاله بتشوف المتحف بالكامل. تعالوا بقى نطلع مع بعض الدور اللي فوق، واللي موجود سلم متحرك للطلوع او للنزول يوديك المكان اللي فوق والقاعات الكتيرة اللي موجودة. برضو زعلت ان في اليوم اللي روحته ما كانتش مفتوحة قاعة السري دي. طبعا دي حاجة وهمية، ولكن افتتاحها ان شاء الله هيكون مع افتتاح المتحف 3 يوليو بإذن الله. يلا بينا مع بعض نطلع السلم ونتفرج على المتحف واحنا طالعين. عايزه اقول لكم بنطلع مساحه عاليه جدا، بتحس نفسك طالع برج تقريبا. وانت طالع بتتفرج برضو قدامك زي ما انتم شايفين على كل ارجاء المكان قطع اثريه منتهى الجمال. تعالوا معايا اخدكم في الجوله دي ونتفرج مع بعض. المكان موجود فيه 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. متخيلين الكمية قد إيه؟ تخيلوا تكون موجود 100,000 قطعة أثرية. المكان بجد من أكبر المتاحف اللي موجودة في العالم، وهو أصلا تم تصميمه على هذا الأساس، إنه يكون أكبر متحف أثري على مستوى العالم. وبجد المكان من جوه مبهر زي ما انتم شايفين. الديكورات في كل مكان تنظيم ونظافة ولياقة، وحاجة شيك جدا 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 بجد، تليق بمصر وتاريخ مصر، وتليق بالقطع الأثرية اللي موجودة جوه المتحف. نسيت أقول لكم على أسعار دخول المتحف. تذكرة دخول المتحف بالنسبة للفرد العادي 200 جنيه، وبالنسبة للطالب 100 جنيه. أما أسعار الأجانب بقى حاجة تانية خالص. تذكرة الأجنبي ب1200 أو العربي، لكن المصري حامل الجنسية المصرية بتبقى ب200 جنيه للفرد و100 جنيه للطلبة. طبعا طلبة كلية آثار بيخشوا مجانا، والطلبة الجامعيين بيتعاملوا كطلبة، لكن لازم يشوف الكارنيه بتاعك ويتأكد إنك أنت لسه طالب، تبقى تذكرتك ب100 جنيه بس. مواعيد دخول المتحف من 9 الصبح لغاية الساعة 5، وآخر ميعاد لحجز التذاكر الساعة 5. وطبعا في أيام بتمتد شوية عن الميعاد ده، زي السبت والأربع تقريبا، لكن هي يوميا مفتوحة من الساعة 9. وخلي بالكم المكان زحمة جدا عشان المكان يستاهل الزيارة حقيقي. هيتم غلق المتحف قبل افتتاحه ب15 يوم استعدادا للافتتاح، ويقال أنه سوف يكون افتتاح أسطوري طبعا يليق بعظمة وجمال المتحف. وفي أقسام كتيرة أو غرف كتيرة وقاعات كتيرة ما كانتش مفتوحة هتفتح، زي المتحف
اللي قُلت لكم عليه من شوية اللي هو متحف ال3D طبعًا ده حاجة وهمية، أنا كنت رايحة عشان أشوفه لكن للأسف كان مُغلق عشان خاطر بيجهّزوا الأماكن دي للافتتاح، زي ما أنتم شايفين من فوق، إحنا شايفين كده من فوق منطقة الهرم بالكامل، وفي مكان دلوقتي هنروح فيه مع بعض كمان شوية، هاورّيكم من فوق أهرامات مصر ال3 خوفو وخفرع ومنقرع باينين بوضوح. طبعًا تم اختيار مكان المتحف عشان يكون بالقرب من أهرامات الجيزة، طبعًا ده له هدف معيّن إن اللي يزور أهرامات الجيزة يبقى سهل جدًا يزور المتحف عشان الاتنين موجودين جنب بعض، طبعًا دي فكرة عبقرية هتساعد على تنمية وزيادة السياحة المصرية. عجبني أوي في المتحف نضافته وتنظيم القطع الأثرية محطوطة بشكل حلو أوي ومنظم وشيك وملفت للأنظار، عجبني أوي وكنت مبسوطة جدًا بالجروبات الأجانب اللي جايين من كل بلاد العالم وبياخدوا الأفكار وبياخدوا الصور وجايبين كُتب معاهم وجايبين ورق وبيكتبوا وبيتسجلوا وبيصوروا، شُفت كمان كان بيرسموا، يعني كان في فنانين بيرسموا اللوحات وبيرسموا القطع الأثرية، حاجة بجد تشرّف وحاجة مبهرة وجميلة. عجبني أوي كمان بناء المتحف جنب أهرامات الجيزة، زي ما أنتم شايفين المكان ده بيجيب لنا من المكان اللي هنبُص فيه دلوقتي مع بعض، شايفين بوضوح أهرامات الجيزة ال3. المكان ده تم بناؤه خصيصًا عشان يكون جنب أهرامات الجيزة، زي ما قُلت لكم عشان خاطر يساعد على إن اللي يروح الأهرامات يبقى سهل جدًا يروح المتحف، الاتنين جنب بعض حاجة جميلة جدًا. موجود قدامنا هنا برضه خريطة للمكان زي ما أنتم شايفين كده، موضّحة كل حاجة في المكان بالمناطق المحيطة بيه كمان، ودي كانت تجربتي في مكان من أجمل الأماكن الأثرية الموجودة على أرض مصر، المكان بجد مُبهِر وعجبني جدًا وحبيت أنقل لكم تجربتي فيه، المكان هيتم افتتاحه إن شاء الله 3 يوليو، طبعًا هيتعمل له افتتاح أسطوري، بعد افتتاحه إن شاء الله هاصور لكم من قاعة ال3D اللي كنت رايحة عشان أدخلها وللأسف ما كانتش مفتوحة، أول ما تفتح بأمر الله هاروح إن شاء الله وأصور لكم من داخل قاعة ال3D. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يوصل له كل جديد على قناة تجربة إيمي.